ازيكم عاملين ايه؟ واهلا بيكم في فيديو جديد في قناة وصفة في دقيقة. هجيب لك الخلاصة كلها في دقيقة. النهاردة هنعمل الفراخ او نعمل شوربة دسمة من الفراخ البيضة. زي ما انت شايفة الشوربة قدامك شكلها جميل وتحفة ودسمة جدا وحلوة جدا. هتجيبي طماطماية وجزراية وفص ثوم وبصلة واربع فصوص حبهان وورق لوري وتبة صيني. وطبعا انت مجهزة الفرخة بتاعتك وغسلاها. وفي حلة على النار هنحط الزيت. هيسخن الزيت هتنزلي بالحبهان والتبة الصيني وورق اللوري وهتديهم تقلبتين كده عشان يطلعوا الريحة اللي جواهم. وبعد كده الفراخ طبعا المتنضفة جاهزة هتنزلي بالفراخ. هنعمل صدمة للفراخ عشان تتشمع عشان تحتفظ بطراوتها تبقى طرية. وهنقلب الفراخ خدت لون جميل اهي. وبعد كده هبدأ احط بقى باقي الحاجات الطماطم والجزر والبصل والثوم. وهتكوني مجهزة مية مغلية في الكاتل. هتنزلي بالمية المغلية وطبعا هتحطي الملح وبلاش فلفل اسود عشان بيخلي الشوربة تبقى غامقة، وطبعا ده هيأثر على الرز. لو انتي عملتي منها رز هيخلي الرز لونه غامق. فيبقي حطي الفلفل الاسود وانتي بتحمريها. وبالهنا والشفا.